اهلا وسهلا فيكم بالحلقه 39 من بصراحه عايشه. شو عم بيصير بهالبلد؟ شو عم بيصير؟ العالم كلها ضاجه بغنيه وحده، غنيه راغب علامه. هل هالغنيه لكسب المصاري ولا كرمال الترندنج وورد وايد ولا كرمال يرجعوا يحكوا براغب علامه؟ هل انت مع او ضد هالغنيه؟ شفنا كثير ناس طلعت حكيت، بتلاقي اللي على السوشيال ميديا بيكونوا مع والسياسيه بيكونوا ضد، بس هل يا ترى الشعب اللي مع السياسيه هن مع او ضد؟ كل هالاسئله انا حجاوب عليها، وحتى اكون صريح معكم موضوع هيدي الحلقه المفروض يكون عن شركه الكهرباء، بس كرمال الفيوز وكرمال كل العالم عم تحكي بهالغنيه لازم انا اعطيكم رايي. اصلا راغب علامه من زمان مكتئب، والدليل هالغنيه. نسيني الدنيا نسيني العالم، نسيني الدنيا نسيني العالم. وقع ولا طار البلد. قد ايه اهميته الفن ليأثر على العالم؟ مثل ما بنعرف نحن بالثورات او الثورات، الفنانين بيعملوا اغاني بس حتى يحركوا المشاعر الجحاشه عند العالم، الجياشه. بس هل وصلنا لمرحله انه مشاعرنا جحاشه؟ بصراحه بس سمعت الغنيه قلت والله معه حق، في شيء تحرك جواي. يمكن هيدي المشاعر المتمسحه كانت من وراء هالسياسيه. قلت خلص طفح الكيل، صار لازم ينعمل شيء. يلي رح يقول لي ما انت مسافر، شو على بالك؟ ايش مفكرني مبسوط هون يعني؟ فكرك عم بعمل هالحلقات حتى صير بابليك فيجر ولا فشة خلق؟ فادي الخطيب كان معه حق بكل كلمه قالها. القصه بطلت قصه مصاري، يعني هو الزلمه مرتاح على وضعه، بس الفكره انه لازم تفكر باولادك. هل انت قدران تعيش اولادك بهيك بلد؟ بهيك امراض عم بتصير؟ شوف لون البحر شو لونه هلا، بينت الفضايح لما صار في هواء وشتاء صار لون البحر اخضر، عم مثل ما بقولوا انصامبل مع الارزه يعني تنسيق. وبعض السياسيه بدهم يطيروا له راسه لرغب علامه. ليه بدك تطير له راسه؟ لانه حكي الحقيقه في مسله تحت باطك تنعرك. بير حشاش علق على الموضوع كمان. حلو كلامك بس لا قوة زيدها. لو كان فينا نفوت من زمان نطيرهم كنا عملناها، بس للاسف مش قدرانين. من شي شهر العالم تحكي بالجيلي جون او بجماعه الكرواسون، السترات الصفر. كل المحطات الإعلامية اللبنانية بالتحديد. أخبار فرنسا بالأول حسسوني إنه بيروت is the Paris of the Middle East، مثل ما بيوهمونا. خيي ماشي. أعمال عنف في فرنسا تبعال، أخذوا اللي بدهم إياه ولا لا؟ أخذوا. بس حتى فسر لكم شغلة، أوقات التحركات السلمية ما بتفيد، وبالأخص بهيك تمسيح عنا. شفنا بهال 15 سنه اللي مرقوا الاعتصامات السلميه اللي انعملت شو جابت نتيجه. السياسي قبل ما يقعد على الكرسي حط باتكس ولزقها على طيزه. بس المشكله انه نحن ما فينا نستعمل العنف لانه 95% من العالم مسلحه، وبما انه نحن عقلنا ما بيحملنا، اول شيء بنعمله هو انه نحمل سلاحنا وننزل على الطريق. وحتروح على مين؟ ما حتروح على السياسيه، لانه السياسيه عندهم مؤيدين وهوليك عندهم كمان مؤيدين، فهيك بصير في حرب أهلية جديدة، وهيدا نحن ما بدنا إياه، لأنه المستفيدين الأكبر حتى يثبتوا زعامتهم هن السياسية، وهيك بنرجع على نقطة الصفر. وآخر شيء بيجي بلد أجنبي بشكل حكومة بحطهم وين ما بدهم، وهيك نحن بنكون أكلنا هوا. هل بعد 8 سنين الشعب حيكون واعي كفاية لينتخب مثل ما لازم؟ و8 سنين أكيد، لأنه ما بننسى إنهم رح يجددوا. بكل حلقة عم برجع عيد نفس الشيء، وحتى أنا زهقت. فلكل يلي عم يتفزلك، طار البلد ولا ما طار؟ هيدي هي كانت حلقة اليوم بصراحة عايشة. إذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا اللايك والشير كرمال الفيوز وكرمال تدعموني، وما تنسوا تعملوا لي فولو على انستغرام، وأنا بعمل فولو باك وما بعمل انفولو. ومثل العادة أنا بقول لكم باي.